السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد، بس فيديو جميل جدا ومختلف جدا. كل سنة وانتم طيبين. طبعا الرؤية ظهرت من شوية، من ربع ساعة بالظبط، وقالوا ان رمضان بكرة السبت ينعاد عليكم بالخير والبركة، ويجعل بيوتكم كلها مليانة خير وبركة وسعادة وفرح يا رب. كل سنة وانتم طيبين وأمة محمد طيبة وبخير يا رب. صلوا على النبي وما تنسوش اللايك الجميل والسبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا ايه ده بقى يا ام جود؟ دوت فطار اول يوم رمضان، هحضره معاكم يوم الجمعه بالليل اللي هو النهارده. هحضره معاكم عشان يكون بكره السبت معايا خفيف شويه، ان انا اعمل الحاجات الخفيفه. تمام؟ طبعا عشان الصيام وكده الواحد ما بيبقاش قادر يقف كتير. طبعا انتوا عارفين الصيام، وانا معوده نفسي ان ال 30 يوم بتوع رمضان بكره هعمل اكل بالليل بقعد احضره. تمام؟ صلوا على النبي وتعالوا نشوف هعمل ايه بقى. اول يوم رمضان جايبه طبق بطرمان ورق عنب نص كيلو اهوت زي ما انتوا شايفين. دوت بتسخني الميه وتسقطيه فيها وتطلعيه منها عشان الماده الحافظه اللي فيه تروح منه. تمام؟ وجبت ب 10 جنيه خضره 6 حزم وقطعتهم وغسلتهم كويس جدا اهو، سبتهم يتصفوا. تمام؟ وطبعا جبت نص كيلو بتنجان اسود على فلفل. تمام؟ عشان انا هعمل ورق عنب. نص كيلو بتنجان اسود ده ليا انا. وطلعت كيس الطماطم من الفريزر يفك كده عشان يكون الشغل معايا كويس. وطبعا طلعت معايا كيلو لحمه اهو، كنت جايبه كيلو لحمه طلعته عشان يفك واعمله. وديت حته لحمه كده فوق الكيلو. تمام؟ عشان ايه؟ مش ضامنه ان الكيلو بتاعي ممكن يكفينا. ايوه احنا عددنا مش كبير قوي، بس بردك هعمل الكيلو. تمام؟ كل سنه بقى وانتم طيبين. وطلعت كده كيس سمبوسه اهو، طلعت كيس سمبوسه هعمل منه سمبوسه باللحمه المفرومه والزيتون والجبنه الموتزاريلا. تمام؟ هحضر معاكم بردك يعني ايه، هوريكم بردك المحشي. وده بقى ورق العنب، ودوت ربع كيلو لحمه مفرومه طلعته عشان يفك بردك وتكون الحاجه معايا فكه وحلوه. ده فطار اول يوم رمضان. المفروض ان انا هجهز الفطار دوت، هخلي بقى معايا يوم السبت الحاجه خفيفه وكده. تمام؟ هحضر الحاجه وارجع اوريكم الفينش بتاع الحاجه. وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش تقولوا لي في التعليقات كل سنه وانتم طيبه يا ام جود. انتظروني. قلت لكم تاني بعد اما خلصت حله المحشي وحشيتها. انا وريتكم ان انا هعمل ورق عنب وبتنجان وفلفل. انا حشيت حله المحشي اهو، ورق العنب والبتنجان والفلفل. تمام؟ وانا قلت لكم ان انا مش عامله كميه كبيره لان انا مش بحب يبات من الاكل. تمام؟ وحطيت معايا على البوتاجاز اللحمه بتاعتي اهي تتسلق. حطيت فيها بقى اللوري وفلفل اسود وحبهان، معلش سمكه، وفلفل اسود وحبهان وطماطمايه وبصلايه صغيره كده. اللحمه هتتسلق. هروح بقى اعمل ايه؟ اجهز بقى السمبوسه بتاعتي. هعمل سمبوسه باللحمه المفرومه وهحط جواها ميكس جبن. حاضر. وهحط زيتون. ودي طبعا الخلطه اللي بنقفل بيها السمبوسه، شويه نشا كده معمولين بالميه بتقفلي بيهم السمبوسه بتاعتك. هروح بقى اعمل السمبوسه وارجع اوريكم الجمال والعظمه. وفاضل لنا حاجات تاني، ما تسيبيش الفيديو عشان تشوفي بقيه الاكل. اهي السمبوسه اهي بقى، السمبوسه اهي هكملها بقى وارجع اوريكم بقيه الاكل بتاعنا. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت الاكل. كل سنه وانتم طيبين. السمبوسه اللحمه حمرتها ورشيت عليها ملح وفلفل، محشي البتنجان والفلفل وورق العنب الجميل اللذيذ اللي بيطلع بخار، وعملت شوربه مكرونه زي شوربه اللسان عصفور، والعصير بتاعنا عصير المانجا. دي سفرتنا بقى النهارده، متواضعه جدا بسيطه جدا. ما بحبش اعمل الحاجه بكميات. مدفع الافطار اضرب هيضرب اهو. كل سنه وانتم طيبين. ينعاد علينا وعليكم رمضان بالخير والصحه والسلامه يا رب. انتظروا كل يوم فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تقولوا لي في التعليقات كل سنه وانتم طيبين، وما تنسيش اللايك الجميل. واشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.